قال لك ايه؟ زيزو اهلاوي. زيزو مضى في الاهلي وخلص كل حاجه. نفترض الكلام ده صحيح، اشمعنى بيطلع قبل الماتش بيومين القصه دي كلها؟ حتى لو الكلام ده صح، والكلام ده بقاله شهور اصلا بيتقال، وبعد ما الموضوع سكت خالص رجعوا يقولوا اليومين دول ان زيزو مضى في الاهلي. طب اشمعنى قبل الماتش بيومين؟ شغل اللجان الالكترونيه بتاع الاهلي، وشغل الضرب من تحت الحزام، وشغل اللي هو عايز يضرب لك استقرار الفرقه ويخلي اللعيبه يبقى في قيل وقال، وزيزو دماغه تتشتت قبل ماتش مهم زي دوت. دايما قبل اي ماتش مصيري بين الاهلي والزمالك بتلاقي شغل من تحت الحزام. وهضرب لك مثال بماتش القرن، نهائي القرن، نهائي افريقيا. قبل الماتش على طول، رغم ان هم كانوا عارفين ان مرتضى كده كده هيتشال، بس لما تيجي تقول لي قبل الماتش باسبوع ان ده اخر ماتش لمجلس الاداره وهيمشي بعديه، يبقى انت بتهد في استقرار الفرقه. لما تخترع لي قصه كورونا عشان تمشيها لي متوازنه، تقوم جايب ثلاثه من عند الاهلي ما فيهمش واحد غير واحد بس مهم وليه بديل، والاثنين التانيين ما بيلعبوش، وتجيب لي الزمالك ثلاثه مهمين، الثلاثه ما لهمش بدله، لدرجه اللي احنا لعبنا اسلام جابر باك شمال. تخيل معايا. دايما بتلاقي شغل من تحت لتحت، زي ما تهرب لي كارتيرون قبل الماتش بشهر وتجيب له عرض، زي ما جبت لوجوميز، وزي قبله زي ما جبت مانويل امونيكي زمان بالكلام بتاع عضو مجلس اداره النادي الاهلي محمد عبد الوهاب، قال لك لاعب عرفنا لازم نجيب له عرض. دايما شغل من تحت لتحت، لازم نخلي بالنا وما ننساقش كجمهور ورا القصه دي، وندعم لعيبتنا في ماتش مهم زي دوت. زيزو قاعد، زيزو ماشي، مش هيفرق معانا، المهم ان احنا نركز، المهم ما نشتتش فرقتنا في ماتش مهم زي ده. سلام.